الأمر الذي يفتقد إليه القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس، وكذلك الخطابين الصباحي وبعد الظهر، فإنهما يجافيان الحقيقة ونرفضهما جملة وتفصيلا، نرفضهما جملة وتفصيلا. وأما بشأن قرار 2334 فهو يدين بشكل واضح الاستيطان والعنف والإرهاب ضد المدنيين، ويدعو بشكل صريح إلى تعزيز جهود السلام، فإنها مغالطة كبيرة وبالغة الخطورة عندما يقال بأن تطبيق القانون الدولي وليس بناء المستوطنات الغير قانونية هو الأمر الذي يقف في وجه تحقيق السلام. مهزلة طرح مثل هذه المسائل عندما يصبح مجلس الأمن وقراراته والقانون الدولي هو المشكلة، وليس الموقف الغير قانوني لسلطة الاحتلال وللاستيطان أنه هو شيئا مقبولا، كما سمعنا من مندوب دولة عظمى في هذا المجلس.